اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. عارفين إن مهنة المسحّراتي اصحى كانت هتختفي زمان؟ يا لحد ما نايم، الظاهر اصحى بيبرس قرر يا يرجعها تاني نايم، اصحى كجزء من وحد التراث الإسلامي، وعلشان كده عين شباب من علماء الدين علشان يخبطوا على بيوت يصحوا الناس للسحور. بعد سنين في اصحى عهد يا الناصر بن قلاوون ظهرت نايم، نقابة اصحى المسحراتية اللي يا أسسها نايم، واحد اسمه اصحى ابن نقطة، وحد مخترع فن القومة. وده فن جميل كان جزء من تسحير الناس في رمضان، بدأ في بغداد قبل ما يجي مصر. ابن نقطة كمان اصحى كان يا المسحراتي الخاص بالسلطان. نايم، على إيده اصحى اتغيرت يا المهنة، وبدل العصاية نايم، استخدم اصحى الطبلة يا الصغيرة اللي اسمها بازة، نايم، اللي اصحى لسه وحد المسحراتية لغاية النهاردة بيستخدموها. الدايم. طلع موضوع اصحى المسحراتي ده موضوع يا كبير، ايه رأيكم؟ نايم، اكتبوا اصحى لنا في التعليقات، يا واستنونا نايم، كل اصحى يوم مع وحد مسحرات جديد في مكان جديد وبشكل جديد، وكمان هنعرف الدايم. أصل الحكاية. وكل سنة وانتم رمضان طيبين. كريم.